فوز مهم، لكن هل كان مقنعا؟ المنتخب المغربي ينتصر على الباراغواي، لكن التفاصيل تكشف أشياء أخرى. مرحبا بكم في فيديو جديد. حقق المنتخب المغربي لكرة القدم فوزا على المنتخب الباراغواي لكرة القدم بنتيجة 2-1 في مباراة ودية تدخل ضمن استعدادات كأس العالم 2026. الشوط الأول سيطرة بدون فعالية. المنتخب المغربي فرض سيطرته بشكل واضح، لكن المشكلة كانت في اللمسة الأخيرة حيث غابت النجاعة الهجومية. في المقابل تألق الحارس ياسين بونو وأنقذ الفريق من فرص خطيرة. الشوط الثاني فعالية وحسم. مع بداية الشوط الثاني تغير كل شيء، حيث تمكن البلال الخنوس من افتتاح التسجيل، ثم جاء الهدف الثاني عبر نائل العنوي. الدور كبير لأشرف حكيمي في صناعة اللعب. بعض التغييرات الكثيرة التي قام بها المدرب محمد وهبي. فقد المنتخب توازنه وتراجع الأداء بشكل واضح، وهذا ما سمح للمنتخب الباراغواي بتسجيل هدف وتقليص الفارق. ماذا تعني هذه المباراة؟ الفوز مهم، لكنه يكشف أن المنتخب ما زال بحاجة إلى تحسين الفعالية الهجومية، الحفاظ على التوازن، بعض التغييرات، اختبار البدلاء بشكل أفضل. لكن السؤال الأهم، هل هذه التغييرات كانت تجربة مفيدة أم أنها كشفت مشاكل حقيقية قبل المونديال؟ نشكركم على حسن المتابعة. هل المنتخب المغربي جاهز فعلا لكأس العالم 2026 أم أن هناك أشياء يجب تصحيحها سريعا؟ في فيديو قادم بإذن الله.